بسم الله الرحمن الرحيم. خرج ابن كيران في تدوينته مطالبا بإسقاط التطبيع، فكلام ابن كيران اليوم لا يوازن وزن بعوضة في الوسط السياسي المغربي. أكل عليه الدهر وشرب. فنحن اليوم لسنا بحاجة إلى ابن كيران أن يقبل التطبيع أو يرفضه، لأن الرؤية الاقتصادية الحالية لبلادنا تقدم صورة أكثر دقة عن وضع بعض البلدان التي تتوفر من موارد طبيعية هائلة، لكنها اليوم متخلفة إذا قسناها ببلادنا التي انطلقت في سياقها بأبسط الشروط. وبمفهوم آخر، لأني لا أريد التكرار، فالمسألة ليست مسألة وسائل بقدر ما هي مناهج وأفكار. شكرا والسلام عليكم.